أغلب الفنانين مؤمنين بمقولة الفن ما بيأكلش عيش، وده اللي بيخلي أغلب الفنانين يلجأوا لمشاريع يأمنوا بها حياتهم. يا حزن السودة أنا يابا. يا حزن السودة أنا يابا. في الفيديو ده هقول لكم على مطاعم أشهر الفنانين وأسعار الأكل فيها اللي هتفوقكم. أنا جميلة الطباخ، يلا بينا. أحمد فهمي اللي نقل براند اللحمة التركي 100 موت لمصر. فهمي فتح أول فروعه في الشيخ زايد اللي بيقدم اللحمة بشكل مختلف تماما. هناك هتاكل اللحمة بالعسل، وكمان هتاكلها بعد ما استوت على الفحم 16 ساعة، بس ممكن تدفع لك 3000 جنيه في الكيلو، يعني مرتب شهر في غدوة. أما بقى أشرف عبد الباقي هفتتح مطعم وسماه طنط، وطبعا ده هيخليك تقول رايح أكل عند طنط، المطعم اللي كل اللي زاره حبه. المطعم بيقدم أطعمة شعبية زي الملوخية والحمام والبط والمحاشي. الأسعار في المطعم ما بين المعقول والغالي، هتاكل أكل جميل بشهادة الشيف شربيني نفسه. حرام عليك، ده حرام عليك أنت يا شيخ، إحنا متعلمين منك. الساحل محلو بالاكل الحلو. انا بلبط في الميه طول النهار واتشقى واعمل اللي انا عايزه، بس اجي هم حرمين. بصراحه ربنا الله اكبر الله اكبر. وده بقى واحد من أجمل الكافيهات اللي ممكن تزورها، كافيه برنسس اللي افتتحته الفنانة رندا البحيري، واللي في منطقة للأطفال. هتلاقي منه فرع في التجمع، وفرع في مصر الجديدة، وفرع في اسكندرية. نيجي بقى لبسمة وهبة، واللي بتمتلك واحد من أشهر كافيهات المهندسين، كافيه بلكونة، وده عشان تقعد فيه بس هتدفع لك أقل واجب 500 جنيه، واللي كان نشر واحد من زواره فاتورة السحور ب1000 جنيه. ده عالم صايع يابا. أحمد سعيد عبد الغني بقى سمى مطعمه ليلي على اسم بنته اللي ظهرت معاه هي ومراته في افتتاح المطعم في مول ميراكي في صلاح سالم. المطعم اللي بيقدم أكل انترناشونال من كل أنحاء العالم. ده بقى بيومي فؤاد، وزي ما متعودين نشوفه في معظم الأفلام، فكان لازم برضو نشوفه بين الفنانين اللي دخلوا مجال بزنس المطاعم بافتتاحه مطعم يوكاز في 6 أكتوبر، واللي هتقابل فيه بيومي فؤاد خميس وجمعة. وده بقى مطعم هلولة في الشيخ زايد، وده من اسمه هتعرف إن صاحبته هي هالة صدقي، بس ما تتخضش لما تلاقي الفرخة معدية 700 جنيه. أما بقى وانت في التجمع فلازم تروح واحد من أشيك المطاعم، وهو مطعم أورو اللي افتتحه الفنان ماجد المصري في 2021. أما روجينا وأشرف زكي قرروا يجوعونا لما سموا مطعمهم طشة، واللي فتحوه في الشيخ زايد، وبيقدموا أكل مصري خالص، وديكوراته كل طبعها شرقي خالص. محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر ما كدبش خبر هو كمان، وافتتح كافيه دربي، الكافيه اللي بيغلب عليه الطابع الشبابي والترفيهي جنب الأكل، وهتلاقي منه فرع في الدقي وفرع في 6 أكتوبر. عمرو يوسف بقى يعتبر من أشهر الفنانين في بزنس الكافيهات. عمرو عنده سلسلة كافيهات كازوزة، واللي بيقدم فيها أكل شرقي، وعنده 3 فروع في الشيخ زايد، وفرع في الساحل، وفرع في المعادي. خالد سليم عنده كافيه تريو في المهندسين، وبيقدم أكل إيطالي. وأحمد زاهر ومراته من كتر ما هم فاهمينك سموا مطعمهم اللي في الشيخ زايد فاهمينك. وده هشام ماجد في مطعمه علوش، واللي بيقدم فيه مشويات، يا سيدي على المشويات. وده أمير كرارة قدام مطعمه فنتي. أما بقى هاني شاكر هتعرف الكافيه بتاعه من اسمه، الراجل فتح كافيه في شارع شهاب وسماه على الضحكية على اسم واحدة من أشهر أغانيه. أما بقى في عبده عندها مطعم أسماك شكورنر في 6 أكتوبر. وحسن الرداد كمان عنده كافيه إيتس في المهندسين.